مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مساءكم بكل خير وكل عام وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. النهاردة احنا في مدينة سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والحدث الجميل الحدث الفريد اللي دايما ابناء سيدي سالم معودانا ان هم يعملوا اعمال فنية على اكثر من خشبة مسرح. النهاردة على مسرح قاعة لامور بمدينة سيدي سالم. يسعدنا أن نلتقي ببطل العرض ومخرج العرض الأستاذ أحمد هاني بلتاجي. الأول بنقول لك كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب وكلكم بخير يا رب. الله يخليك. الأستاذ أحمد، النهارده كلمنا عن العرض باختصار. العرض المسرحي هو بعنوان ولاد أبلسة. ده بيدور ان في مجموعه شياطين عايزين يثبتوا ان البني ادمين بيعملوا معاصي وكده، فبينزلوا قريه ريفيه وبيبداوا يوسوسوا للناس ويعملوا فتنه بين الناس، بيبدا بقى الناس ترتكب معاصي، وفي الاخر الشيطان بيلوم البني ادمين والبني ادمين بيلوم الشيطان، في الاخر الخير هو اللي بينتصر يعني. العمل المسرحي النهارده ولاد الأبلسة ده عمل ورساله فنيه بتقدمها لكل المشاهدين مش ابناء سيدي سالم بس. اكيد. النهارده العمل ده رقم كام لاحمد بلتاجي؟ 18 تقريبا. ما شاء الله. يا بنت ده ايه اللي انا يا نهار ابيض يا ولاد، ده جاي لحظه القصه دي هيجيب علينا باب واحد. يا جاموس حرام يا تشتم على النبي، لا كائن بندي ايه؟ ده انا كل ده كائن الطير، ده كائن الجاموسك، قشطه يا اخواتي قشطه. تعرف يا واد يا سيحان، من يوم ما جيت البابلي واشتغلت مع اخويا العمدي وانا بدات اشوفك بحكي ونصيب. وانا يا بنت، وانا من يوم ما شفتك وانا بحلم ان احنا اسمع بعض احنا الثلاثه. ايوه انا وانتي والجاموسه. ما يا بنت ما عنديش فارس، انت والجاموسه واحد. طبعا كل مرة بتكتسب خبرة. النهاردة يعني قبل ما نشوف العرض ونستمتع بيه هتهدي نجاحك لمين، ومين اللي هتقول له متشكرين انك انت كنت معايا وفي ظهري دايما؟ فرقتي كلها بهدلهم اي نجاح انا عملته، اي نجاح انا حققته وانا بهدلهم كلهم، وهم يستحقوا اكتر من اللي هم فيه. بس في نقطه بس حابب اوضحها، ان ذوي الهمم عاملين لهم حاجه النهارده، فقره فنيه تدريبي وتدريب الاستاذه دينا هنداوي تحت اشراف مركز قدرون باختلاف مركز شباب سيدي سالم، وهم بيعملوا لهم دايما حاجات جميله، وبدا كل الناس لما يجوا يتفرجوا عليهم هم الاول مش احنا. كل سنه وانت طيب، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا استاذ احمد هاني بلتاجي مخرج العرض وبطل العرض. شكرا. ده شيء في المش عليه وحدت عيني بس انت بقى خد وسط وخد العمر. ايوه قول كده بقى، انت عاوز تتزوجني عشان الواد مش عشان بتحبني بقى كده يا سيحان. يا بنت ده العين مقفوله والجد كثير والعرض وصول على المحطه، ده راس العمده اللي نشفها عليا واللي جاي على بيت ورايح. افهم من كده انك مش هتكلمي العمده يا سيحان. يا بنت ما انت لما تاخد بنتك من اخوك العمده انا هبقى على المصارشه وعلى الارض وكل العيال. نفسي يا سيحان يبقى عندي بيت وولاد زي ما جبت الشاط الفاضي. هيحصل يا بنت، بس انت بقى اعملي اللي منك عليه. لا على ايه يا سحاب؟ العمده؟ ايوه العمده